ايوه طيب. طلعت ولا ما زالت؟ حيا وطلع. كان عندي امين المرافق، انا نبي نطمئن على الاجراءات بتاع الدفن والصلاه في الساحه الخضراء، لهم اجراءاتهم. تو وراها الاذاعه. اي نعم. تقول ستقام صلاه الجنازه على ارواح شهداء العدوان الاستعماري الصهيوني ايه عصر اليوم بمقبره شهداء الهاني. طيب ما هو هذول يرفسوا تو، نحن ما نمس نحن الصلاه مش بمقبره شهداء الهاني، تدير فيها الاذاعه بهذا الشكل. ديرك صلحوها، كان عندك مرايخ صلحوها. لا نصلحوها وبعدين افتح على ليبيا، افتح على الجماهيريه. افتح على الجماهيريه. يقول في هذا بيني وبينك شهداء الهاني خير يا حميد، لانها ما تفضل كان جوعان زحمه، يعني ما جت زحمه كبيره كويسه نقدر نصوره. شهداء الهاني يا استاذ ما فيهاش الا 3 مقابر فقط. بدنا نصلوا غادي. الاخرى شنو؟ شط الهنشير. شط الهنشير هذا اللي على الطريق. اوكي. قلت لك يا اخويا نصلوا في شهداء الهاني ونطلعوا شط الهنشير. ايش لا كيف تصلي في شهداء الهاني بعدين تطلع شط الهنشير؟ المهم نظم امورك. تو عاد افتح تلفزيون على ليبيا واقرا انت. لا تو نحن نكلموا اسمع هذول جماعه قوة الثورة. ماشي يا شباب يا سيد. انت وين عبد القادر؟ وينه عبد القادر؟ هو قاعد يلعب. اعطيني هذا. انت مشكلة. انت اهلا لك دورة. الو. اخوي استاذ عبد القادر. اخوي يا قدورة. سيدي. تو الجماعة كان عندي انا امين اللجنة الشعبية للمرافق. ايه. قال لك ما عنديش الا 3 مقابر في هاني. هاني ما عندك. قال هاني اكيد ما عندك. ايه. قال 26 هذول محفورين وجاهزين في شط الهنشير. شط الهنشير. تسمع فيه؟ نسمع فيك. فنحن مانيش عارف، بدل ما نقول نحن قلنا الساحه الخضراء وبعدين مغيرين هم في شط الهنشير، وبعدين خلينا نديروا كلموا عبد شو اسمه بتاع الاعلام. ايه. علي كيلاني. خلاص خلوا كل شيء الصلاه والدفن في شط الهنشير وخلاص. باهي خلاص. ماشي بس يعدوا هيغير. عادة هم باعتبار شهداء الهاني هيك ليها دلاله رمزيه. على غالب حتى احنا مش بايدينا يا حبيبي. خليهم يغيروا الاعلان اللي نزلوا فيه كل مره يديروا شط الهنشير. شط الهنشير باهي. والصلاه نديروها في شط الهنشير. باهي. اوكي مره واحده. اوكي سلام.